مولودية الجزائر تحقق الأهم، فوز ثمين على الهلال السوداني يبقي على حظوظها كاملة في التأهل إلى الدور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. بداية هجومية ضاغطة مكنت المولودية من فتح باب التسجيل عن طريق المهاجم مسلم أناطوف في الدقيقة 15 بعد تمريرة محكمة من زين الدين فرحات. ومع اقتراب نهاية الشوط الأول تمكن زين الدين فرحات من إضافة الهدف الثاني لصالح المولودية وعلى طريقة الكبار بعد هجوم معاكس وتمريرة دقيقة من شهر الدين بوخلدة. يراوغ اللاعب وبتسديدة مقوسة رائعة يسكن كرة في شباك الحارس السوداني. الشوط الثاني عرف استفاقة ملحوظة من الهلال السوداني مكنته من تقليص الفارق عن طريق أحمد مبارك بهدف في الدقيقة 77، واستمرت هذه النتيجة إلى غاية صافرة النهاية، وبهذه النتيجة ترتقي المولودية إلى المركز الثاني ب7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الهلال، في انتظار نتيجة سانت إلوي لوبوبو وماميلودي سان داونز غدا. فحظ موفق للمولودية وإن شاء الله التأهل.